السلام عليكم. بعد الغيبة الطويلة ما ينفعش نرجع ليكم بإيدنا فاضية. راجعين النهارده بتجربة قوية جدا كعادتنا في قناة توينز ريفيوز، وتجربة فعلية ونظرة أولية على أحدث موبايل نزل في سامسونج في الفئة المتوسطة في فئة الجالاكسي A54 النسخة ال 5G. معانا النهارده اللون الأصفر من الموبايل، أحدث لون سامسونج استخدمته، ويمكن دي أول مرة سامسونج تنزل اللون ده في فئة ال A أو في الفئة المتوسطة بوجه عام. تعالوا النهارده نشوف سامسونج هتقدم لنا ايه في جالاكسي A54 في 2023. بكل تأكيد أكتر حاجة بتدعمنا نكمل أكيد تفاعلكم معانا واشتراككم في القناة، فيا ريت بعد إذنكم زي ما احنا ما بنبخلش عليكم بأي معلومة جديدة أو أي مراجعة جديدة تخص أي جهاز موجود في الفئة المتوسطة، على قد ما بنقدر ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك آخر الإصدارات والمراجعات بتاعتنا، وده طبعا فضلا وليس أمرا لأننا بنحبكم وبنحب كل مشاهدينا وبنقدر استفساراتهم، وبنحاول على قد ما نقدر ما نقصرش معاكم في أي رد على استفسار طول ما المعلومة متاحة عندنا. لأول مرة من فترة كبيرة شركة سامسونج تعتمد على تصميم جديد في سلسلة الفئة المتوسطة A، ومش بس تصميم جديد لكن كمان زي ما احنا شايفين ألوان جديدة. العلبة زي ما انتم شايفين بقت عاملة ازاي، لأن العلبة مفيش فيها أي ملحقات، وده اتعودنا عليه بالظبط من سنتين فاتوا. خلاص اللي كان بيجي معاه شاحن ما عادش بيجي معاه شاحن، ما عادش بيجي معاه باك كفر ولا حتى سماعات. تعالوا نبص كده بص على التصميم ونفتح العلبة لأول مرة مع بعض. بسم الله. هنا مش هنلاقي اي حاجه جديده، بس تعالوا نبص على الحاجات اللي موجوده هنا. الكابل تايب سي لتايب سي علشان الشاحن اللي انت للاسف هتضطر تشتريه زي كده، ده هتضطر تجيب شاحن 25 واط لان الموبايل ده بيدعم سرعه شحن 25 واط، او تجيب شاحن ده ال 25 واط، او تجيب شاحن عادي هيبقى الشحن بتاعه سرعته اقل من 25 واط. ولكن طبعا انا ارشح لك تجيب ال 25 واط، بس تاخد بالك اللي وانت بتجيب الشاحن يكون تايب سي زي المنفذ ده، لان الكابل زي ما انت شايف تايب سي لتايب سي. تعالوا نبص على الموبايل نفسه. خلاص كده ما عادش فيه اي حاجه في العلبه زي ما انتم شايفين، ما عادش فيه اي حاجه. الحمد لله ان الموبايل لحد هذه اللحظه بيجي في علبه، يعني لو انت شفته على العلبه بصراحه هتكره اللون، يعني اللون على العلبه شكله وحش جدا، بس انا شايف لما تمسك اللون في ايدك بصراحه لون فخم جدا. تعالوا كده نفتح ونشوف الملمس بتاع الجهاز ونشوف الموبايل عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. بجد اول ما تمسك الموبايل كده، انا اول مره افتحه قصادكم، الموبايل تحس ان انت ماسك حاجه بصراحه بريميوم قوي في ايدك. الخامات جميله جدا، الملمس بتاعه بصراحه حلو قوي، ويبدو ان هنا ازاز، هو فعلا اللي هنا الخامة الخلفية ازاز. عدسات الكاميرا بصراحة الشكل الجديد بتاعها مختلف جدا وجميل جدا وشيك قوي وكول بصراحة عن الاصدارات اللي فاتت في ال 51 وال 52 وال 52 اس وال 53. بالنسبة لي ده احسنهم وافضلهم شكل حاليا للتصميم الخلفي لسلسلة الايه او نقول الفئة المتوسطة العليا، وفعلا مختلف عن اي لون هتشوفه وتمسكه او شفناه مؤخرا حتى في اصدار الايفون 14. لو انتوا شايفين في الاضاءه شوف بيلمع ازاي. اول ما مسكته في ايدي حسيت فعلا باختلاف في الخامات عن الاصدارات اللي فاتت من سلسله الايه. هنا الاختلاف الاولاني ان انت عندك هنا الظهر ده ازاز وعليه طبقه جوريلا 5، يعني هتستحمل معاك الخرابيش والصدمات، بس ما انصحكش تستخدمه بدون جراب خلفي طبعا، لان الازاز مهما كان عليه طبقه حمايه مش هيستحمل معاك. تاني اختلاف منظر الكاميرات، كان بيبقى فيه اطار كده موجود على الكاميرات الخلفيه، ولكن الكاميرات زي ما انتوا شايفين بقت بارزه وبقت موجوده بصفه مستقله في ظهر الجهاز بجانبها الفلاش. تالت حاجه ممكن تلاقيها مختلفه اللي كانت الكاميرات 4 كاميرات، فكان شكل هنا الكبير ورا، ولكن دلوقتي بقوا 3 كاميرات بس. كنا نامل ان كان يبقى فيه 4 كاميرات خلفيه. تصميم الخلف زي ما انتوا شايفين الموبايل فلات من ورا وفلات من قدام، يعني تحس ان الموبايل كده معاك، يعني انا بشوفه بيشبه لمسكه الايفون. عندك هنا الفريم من البلاستيك بنفس اللون بتاع الظهر، فريم فيه انحناءات عشان يخلي المسكه بتاعته حلوه في ايدك وسهله وما تضايقكش. تعالوا بقى نجرب نفتح الموبايل كده ونشوف مع بعض الشاشه والجوده بتاعتها اللي سامسونج السنه دي عملت فيها تطوير كبير جدا عن الاصدارات اللي فاتت. يعني يا جماعه بصراحه انا كنت لسه فاتح الموبايل لسه ما عملتش فيه اي حاجه غير مبشره على الاطلاق، بيقول لي ان خدمات جوجل بلاي ما بتستجبش. انا اصلا ما فتحتش اي لعبه ولا اي خدمه من خدمات جوجل، غير ان كان الموبايل لسه بيقول لي هتعمل ايه، هتنقل حاجتك من موبايل قديم للموبايل بتاعك الجديد ولا هتعمل ايه. وانا كنت بدوس سكيب بس مش عارف ماله سكيب. هو يبدو ان هي كانت تهنيجه، اول تهنيجه في حياه الجهاز. انا اول مره عمري ما استخدمته موبايل بصراحه لسه مطلعه من العلبه وعامل معايا الحركه الغريبه دي. زي ما انتوا شايفين الموبايل لو انت حاطه على سطح مستوي زي ما انتوا شايفين
هيقعد بيلقلق كده لانه للاسف هيبقى مسنود على العدسات بتاعه الكاميرات لانها بارزه بصراحه بطريقه ملفته جدا، ولاول مره من فتره كبيره جدا سامسونج تبقى عامله ده. الوان الشاشه يا جماعه تحفه جدا، انت ماسك موبايل حرفيا، انا حاسس كاني ماسك موبايل فلاج شيب من جوده الشاشه وجوده الالوان. زي ما انتم شايفين دي الاضاءه مش على اخر حاجه، ولكن لو علينا كمان اضاءه على الاخر زي ما انتم شايفين الموبايل عامل ازاي لو واضح في التصوير. الشاشه جميله جدا، سوبر اموليد. الجديد فيها واللي مخلي الالوان بتاعتها عميقه كده ان هي HDR 10 بلس على جوريلا 5. شايف ان الشاشه استحواذها بصراحه وحش بسبب الاطار الاسود اللي موجود. سامسونج للسنه الثانيه على التوالي تستخدم المعالجات بتاعتها الاكزينوس، وده طبعا يرجع ان هي عايزه تقلل التكلفه بتاعه الصنع بتاعه الهواتف دي بسبب التضخم الموجود في العالم كله. اسعار الخامات طبعا اللي احنا لسه قايلين عليها بقت جنونيه بطريقه صعبه جدا، ولكن ده للاسف هيأثر على اداء الموبايل. يعني احنا دايما كنا بنجرب الهواتف وافضل معالجات جربناها السناب دراجون بكل تاكيد، ولكن طبعا الاكزينوس 1380 يعني هو لسه اخر اصدارات اكزينوس تقريبا في الفئه المتوسطه، فالاداء بتاعه هيظبط معاك في حاجات تانية كتير، ولكن في الجيمنج بصراحه ممكن يكون مش بتاع جيمنج قوي زي ما كنا دورنا وجربنا في الاي 53. ولكن طبعا لسه مش هنقدر نحكم في اول مره، احنا لسه فاتحين الموبايل فلسه هنجرب مع التجربه المطوله، هنقول لكم وضع الالعاب ووضع كل حاجه ان شاء الله عامل ازاي. ولكن اول تهنيجه حصلت وانا فاتح العلبه غير مبشره على الاطلاق. زي ما انتم شايفين الشاشه 120 هرتز، التردد بتاعها بصراحه تحفه جدا، الشاشه جميله وبتستجيب معاك بكل سهوله وبكل يسر. اول حاجه لاحظناها ان سامسونج استخدمت كاميرات ثلاثيه في الاي 54 على عكس الاصدارات اللي فاتت، ولكن للاسف مش بس العدد اللي قل، لا كمان الجوده قلت للعدسه الاساسيه. العدسه الاساسيه كانت بتبقى 64 على الاقل خلال اخر سنتين، ولكن 2023 للاسف العدسه الاساسيه بقت 50 ميجا بكسل بس. نفس الاتساع بتاع الكاميرات بتاعت سامسونج المحترم جدا واللي بياخد اضاءه محترمه قوي، ولكن للاسف الدقه بتاعتها والجوده لازم هتنخفض غصب عنك. 50 عمرها ما كانت زي ال 64. يعني مش بس كفايه 3 كاميرات، لا كمان هنقلل لك الجوده في الكاميرات. الكاميرا العدسه اللي سامسونج شالتها كانت خاصه بايه؟ العدسه بتاعت الديبث سنسور. انت عندك بس الالترا وايد وعندك الوايد وهيبقى عندك الماكرو، وهتكتفي بالثلاثه دول بس. على فكره يعني انت ممكن ما يأثرش على استخدامك قوي، بس برضو حاجه كانت ميزه موجوده وتم ازالتها في الاصدارات الجديده. عندنا الكاميرا الاماميه زي ما هي بالظبط، الحمد لله فلتت من سامسونج ما جاتش جنبها، 32 ميجا بكسل نفس الاتساع بتاع الاصدارات اللي فاتت. ويعني احنا مش متاح نجربها دلوقتي ولكن هنقول لكم النتيجه عاجلا. عندنا الاي 54 عندنا هنا تحت السبيكر الاساسي بتاع الموبايل، وطبعا هو بيشتغل هنا مع السبيكر اللي فوق، الاتنين بيبقوا ستيريو سبيكر. احنا عندنا الجلاكسي 54 بيجي ببطاريه 5000 ملي امبير، البطاريه بتاعته لا تختلف عن الاي 53، وكنا بصراحه من اكتر الحاجات والمميزات اللي عجبتنا في الاي 53 وانا واثق ان هي هتعجبنا جدا في الاي 54. البطاريه سرعه الشحن بتاعتها 25 واط، فانت لسه رابط وعطلت عند ال 25 واط، وبصراحه السبب مجهول، وحتى لو احنا سالنا من هنا لبكره اللي هي سامسونج محدش هيعبرنا ولا يرد علينا لان هم ما عندهمش رد مقنع للمستخدمين بتوعهم. عندنا الجلاكسي A54 بيجي بالبصمه تحت الشاشه زي الاصدارات اللي فاتت، ولكن طبعا احنا لسه هنجرب ونقول لكم البصمه عامله ازاي. انت عندك دلوقتي مفيش اي ملحقات مع الموبايل وفي الكرتونه ولا اي حاجه، معفيش بس غير الكابل التايب سي اللي احنا قلنا الحمد لله ان هو لسه بيجي معانا في الموبايل، والحمد لله ان الموبايل لحد دلوقتي لسه بيجي بالكرتونه، ودي حاجه كويسه ويعني يعتبر تفوق التوقعات يعني. عامة التجربة المطولة بتاعة ال 54 هتحدد مدى الكفاءة بتاعة الموبايل، مدى سرعة المعالج، ومدى اعتماديته في الجيمنج لو انت من محبين الجيمنج. الموبايل يا جماعة الامكانيات قصاد السعر بصراحة حاجة محزنة جدا بالنسبة لي. انت دلوقتي خفضت امكانياتك واهمها دقة الكاميرات وعدد الكاميرات، وكمان سرعة الشحن انت موقفها عند 25 واط ومفيش اي شاحن في العلبة ولا سماعة ولا في كمان اي مكان لسماعات حتى. انت دلوقتي بتبيع الموبايل ده بكام في مصر؟ بتبيع الموبايل ده بيبدأ تقريبا من 16000 جنيه للنسخة ال 128 جيجا زي النسخة اللي معايا دي بالظبط، لحد 17000 جنيه النسخة ال 256. طبعا بسبب التضخم والاستهبال في اسعار الخامات عالميا، يعني مش علينا احنا بس في الوطن العربي، ولكن للاسف التسعير انا شايف ان هو غير مناسب تماما. انت لو معاك اي اصدار من الاصدارات اللي فاتت اتمنى منك ان انت تحافظ عليها، الا لو انت عايز تجيب حاجه جديده في 2023. انا شايف ان كمبدئيا الموبايل شيك قوي لو انت بتحب الشكل والحاجات الكول الشبابي،
جميل جدا وهيعجبك، وكخامات انا حاسس ان انا ماسك حرفيا موبايل فلاج شيب. اتمنى من سامسونج ان هم يعملوا اعاده تسعير للموبايل دوت، هيحقق مبيعات جباره لو تم تسعيره بطريقه كويسه. احنا دي اول حاجه بس ونظره اوليه، وان شاء الله الايام الجايه هنقول لكم النظره والتجربه المطوله عامله ازاي عشان تقدر تحدد رايك بكل ارتياحيه. دمتم في خير، سلام عليكم.